بيبدأ فيلم النهارده مع مانيال، وبيكون مانيال وزوجته خوليا عند اخته بنيل، بيكون قاعد يلعب مع ابن اخته الطفل اللي بيكون بيحبه جدا، وبيطلب منه يوريه القطه بتاعته. فبيشغل مانيال كاميرات المراقبه على التليفون ويشوف القطه وهو في البيت، ويودعوا بنيل وبتعتذر لهم ان جوزها مش موجود لانه حاليا في قاعده الجيش اللي بيشتغل فيها. وبيودعوها وبيمشوا، وهو ماشي في الطريق بتتكلم خوليا مع مانيال وتقول له ان هي زعلانه منه بسبب انه رفض الخلفه برغم حبه الكبير للاطفال، واكبر دليل على كده حبه لابن اخته. ويقعد مانيال يحاول يهديها، بس بسبب عدم تركيزها على الطريق بيعملوا حادثه وعربيه بتخبط فيهم وبيتقلبوا. بعد الحادثه بسنه بيظهر مانيال وهو عايش لوحده في البيت وحزين، وبيكون هو الوحيد اللي طلع من الحادثه عايش، ومراته خوليا ماتت، ومن وقتها هو حزين على فراقها. ويبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيشوف الاخبار بتتكلم عن انتشار مرض خطير اسمه TSG، والمرض ده انتشار في اوروبا كلها ولسه ما وصلش لاسبانيا. مش بيهتم مانيال لكل ده وبيتحرك على المينا، وبيكون في بنتين جايين يشتروا المركب، وبينزل مانيال للمركب وبيقعد يفتكر مراته خوليا، وبيفتكر اول مره لبس فيها بدله الغطس اللي خوليا جابتها له هديه. وبيفوق من ذكرياته وبيرجع للبيت وبيكلم اخته فيديو بتساله عمل ايه في المركب، فبيقول لها انه ما عرفش يبيعه، وبتتكلم معاه عن الفيروس وبتقول انه متطور جدا وبقى فيه منه سلالات خطيره، وعشان كده قاعده الجيش اللي جوزها شغال فيها طلبت انها تنقلهم لمكان امان، وبتطلب منه انه يجي لها تاني يوم على المدينه عشان يتحرك معاهم. فبيوافق على طول وهو مش فاهم اي حاجه. وتاني يوم بيصحى من النوم بيبص من الشباك بيلاقي جيرانه بيهربوا، فبيبدا يحس بالخطر وبياخد العربيه وبيطلع على الطريق وبيوصل على المطار عشان يروح لاخته. بس بيتفاجئ هو كل الموجودين ان كل الرحلات اتلغت، والناس المطار بيعترضوا لان كده الجيش بيحبسهم في المدينه، وفي واحد بيفقد اعصابه وبيهجم على الشرطه وبياخد منهم المسدس وبيهدد كل الموجودين. ومانيال اللي بيجي له اتصال من اخته بتعرفه ان المرض انتشر في اسبانيا كلها وانه يروح يستخبى في بيته، وبيقلق وبيتحرك على بيته، بس بيكون الطريق زحمه جدا والعربيات مش بتتحرك. وبيشوف زوجين عواجيز وبيسالوا اللي بيحصل، فبيقول لهم ان في مرض انتشر، وبيسالهم لو من المدينه، فبيقولوا لا، فبيقول لهم يرجعوا احسن على بيتهم ويستخبوا هناك. وبيلاقي ان الطريق مش هيتحرك، فبيسيب عربيته وبيتحرك على بيته. وهو في الطريق بيعدي على حجر صحي وبيشوف واحد متحول لزومبي وبيهجم على الجنود، وبيتصدم وبيهرب بسرعه على البيت. وتاني يوم بيتكلم مانيال مع اخته بينيل وتقول له الاوضاع تتحسن قريب، وانه في اقرب وقت هتيجي تاخده هي وجوزها. وبيشوف الاخبار اللي بتعلن حالات الطوارئ في جميع انحاء العالم، وبيشوف فيديوهات للمصابين وهم متحولين لزومبي. وبينزل السوبر ماركت عشان يجيب مؤن، وبيشوف الناس بيموتوا بعض على الاكل، وبيلاقي اكل القطه بتاعته، بيلاقي اكل ليه، بس بيجي راجل عجوز بيشد منه الاكل. بيكونوا دول الزوجين اللي شافوه مع الطريق وقال لهم يرجعوا ويتضايقوا ويسيبهم ويمشي. بيروح عند البنزينه وبيكسر الباب وبيدخل وبيدور على اي اكل، بس بيتفاجئ بظابط بيجري وهو مصاب، بيدخل البنزينه وبيحبس نفسه جوه. وبيقدر ظابط تاني بيهجم عليه الزومبي وبيعض، وبيسيبه وبيجري عشان يهجم على مانيال، بس الظابط بيخلص عليه وبيقول لمانيال يهرب وبيضرب نفسه بالنار. وبيرجع مانيال لبيته وبيأمنه عشان الزومبي ما يعرفش يخش. وبتيجي رساله لمانيال بتقول له ما يروحش مع الجيش في اي حته لان المناطق الامنه اللي هينقلوهم فيها هي مش امنه ولا حاجه. وبيوصل الجيش وبيخلي اهل المدينه، ومانيال بيستخبى ومش بيروح معاهم. وبيعدي كام يوم على اللي حصل، وبيصور مانيال فيديوهات لاخته بعد ما الاتصال اتقطع، على الامل ان الاتصال يرجع والفيديوهات تتبعت. وبيلبس مانيال بدله الغطس عشان تحميه، وبينزل الشارع يدور على اكل لان الاكل اللي عنده خلص. وبيقعد يلف في المدينه وبتكون فاضيه، وبيدخل كذا بيت ومش بيلاقي حاجه، لحد ما بيدخل بيته وبيلاقي ست عجوزه ومشلوله اسمها جابرييل، بتعرفه انها ما عندهاش اكل عشان لو جاي يسرق اكل. فبيطمنها وبيسالها قاعده لوحدها هنا بتعمل ايه، بتعرفه ان ابنها ومراته هربوا وسابوها وهي ما لحقتش تمشي مع الجنود. وبتصعب على مانيال وبيقرر ان هو يساعدها، وهي بتعرفه البيوت اللي ممكن يلاقي فيها اكل، وبيقعد يدور في البيوت بس مش بيلاقي حاجه. فبيرجع وبيديها لاسلكي لقاه وبيقول تتواصل معاه من خلاله. وبيرجع تاني يكمل بحث وبيدخل البيت، ويظهر واحد من وراه وبيفتكره زومبي فبيضرب عليه، فبيخاف وبيجري لانه مش زومبي. وبيكمل بحث وبيلاقي اكل كتير وبياخده وبيرجع لجابرييل، وبيقعدوا ياكلوا ويشربوا وهم مبسوطين. وبيرجع مانيال بيته وتتواصل مع جابرييل على لاسلكي، وبتقول له يشغل راديو على تردد معين، وبيسمع حد بيتكلم عن المدينه بيقول له حد عايش يروح على هناك لان المدينه دي امان. وبيقرر يروح هناك، وجابرييل بتقول له انا مش هاجي معاك لان انا مشلوله وعطل، فبيرفض وبيقول لها ان هو هيعدي عليها تاني يوم عشان يروحوا سوا. وتاني يوم بيجهز مانيال نفسه وبيكلم جابرييل على لاسلكي بس مش بترد، فبيروح لها على البيت وبيلاقيها سايبه له رساله بتشكره على الايام اللي فاتت وانه واقف معاها وساعدها. وبيترعب بعد ما بيشوف الرساله وبيدور عليها وبيلاقيها في اوضتها وبيكون انتحرت عشان ما تبقاش عبء على مانيال. وبيفضل يعيط وهو حزين جدا عليها، وبيخرج من البيت وبتهجم عليه زومبي وبيحاول يصدها، وبيجي ناحيه عربيه وبيمسك الباب وبيقعد يخبط فيه على دماغها وبيخلص عليها. وبيتحرك على بيته وبياخد القطه بتاعته وبيركب الموتوسيكل وبيتحرك على المكان الامن. وهو ماشي بيلاقي الطريق مقفول، فبيتحرك من ناحيه الغابه وبيشوف الخيام اللي كان الجيش بينقل فيها الناس، وبيفضل ماشي وسط الخيام وهو مش شايف حد، بس فجاه بيظهر عدد كبير من الزومبي ويبقى كل الناس اللي كانوا هنا اتحولوا زومبي. وبيفضل يجري منهم لحد ما بيوصل للمينا، وبيقفل الباب وراه عشان يعطلهم. وبيوصل وبيبص حواليه مش بيشوف ولا مركب، وحتى المركب بتاعه بيكون مش موجود، بس بيلاحظ مركب بعيد شويه عن المينا، فبيستعد وبيعمل لحد المركب. ولما بيوصل بيحاول يشغله بس بيفشل، ويسمع صوت فبيتحرك ناحيته، وبيلاقي طفل متحول لزومبي، فبيترعب وبياخد قرب النجاه وبيتحرك مع القط بتاعه على امل انه يلاقي المكان الامن. بس القرب بيعطل بيه، وبيشوف سفينه معديه وبيشاور لها وبتقف وبيركب. وبيقعد وبيدخل واحد اسمه فيكتور ومعاه كابتن السفينه وواحد من رجالته، وبيكون اسم القبطان اشاكوف، وبيكون هو كل رجالته من اوكرانيا وبيتكلموا اوكراني ما عدا فيكتور اللي بيكون اسباني وبيفهم اوكراني فبيترجم لهم. وبيكونوا كلهم مسلحين ما عدا فيكتور، فبيقلق منهم. وفيكتور بيساله هو من اسبانيا ولا لا، فبيقول له ان هو من المدينه هنا، فبيوافق اشاكوف انه يسيبه في السفينه. وتاني يوم بيقعد معاه وبيسالوه على اماكن مصانع الاسمنت، فبيقول لهم على اماكنها وهو مستغرب اسمنت ايه في نهايه العالم.
وبالليل بيصحى من النوم على صوت ناس بيطلبوا المساعده، بس بيسيبهم وبيكمل نوم. وبيصحى تاني يوم وبيروح يسال فيكتور هل ركبتوا حد امبارح على السفينه، بس فيكتور بيقول له لا. وبيطلع على سطح السفينه وبيشوف المركب بتاعته وبيعرف ان الناس دول ركبوا السفينه وان فيكتور بيضحك عليه. وبيروح لفيكتور بيقول له فهمه اللي بيحصل، بيقول له فيكتور انه يسكت وما يسالش عن حاجات كتير، وبيتاكد كده ان في حاجه غلط. وفي الليل بيجهز نفسه عشان يهرب وبياخد القطه بتاعته. بس هو في طريق الهروب بيشوف الناس اللي شافهم عايزين يركبوا على السفينه وهم مربوطين، وبيجري عليهم مانيال وبيفكهم. بس بيوصل واحد من رجالات اشاكوف وبيقتل واحد من الاثنين، بس فيكتور بيوصل وبيخلص عليه. وبيتحرك مانيال وفيكتور والشخص اللي كان مربوط وبيركبوا القارب وبيمشوا. بس رجالات اشاكوف بتضرب عليهم نار وبتقتل واحد وبتسيب فيكتور، وبيقدر مانيال يهرب بعيد. وبيقف على الشط وبيركب عربيه وبيتحرك لاقرب مستشفى عشان يعالج فيكتور. وفي الطريق بيسال مانيال فيكتور هو اشاكوف كان عايز يعمل ايه بالظبط، فبيقول له هو عايز يعمل مكان امن ويكون الناس فيه تحت طوعه، وانه عشان كده كان بيسال على مصانع الاسمنت، وان اي حد مش هيفيده بياخده وبيستعبده عشان يبنوا المكان الامن زي الاثنين اللي كانوا مربوطين. وبيوصلوا عند باب المستشفى وبيكون فيه زومبي، فبينزل مانيال وبيخلص عليهم. وبيدخل بفيكتور المستشفى اللي بتكون فاضيه تماما وما فيهاش غير زومبي، وبيسيب فيكتور في مكان امن وبيخرج يدور على اي حد يساعده. وبيسمع صوت وبيتحرك ناحيته، فبيلاقي باب مقفول كويس، فبيتكلم معاهم من ورا الباب وبيقول لهم لو حد دكتور يجي يساعده. بس قبل ما حد يرد عليه بيهجم عليه زومبي وبيطلع يجري على اوضه فيكتور وبيقفل الباب كويس. وبيلاقي واحده اسمها لوسيا كانت شغاله ممرضه، وبتظهر واحده كمان اسمها سيلسيا وبتكون دكتوره ومعاها 3 اطفال، وبياخدوا فيكتور الاوضه عشان يعالجوه. وبعد شويه بيخلصوا عمليه لفيكتور وبيكون كويس وبيسيبوه يرتاح. وبتقعد لوسيا وسيلسيا مع مانيال وبيسالهم على ال3 بنات، فيقولوا انهم اطفال ناس زمايلهم كانوا هنا وتحولوا زومبي فقرروا يحموهم. وبيروح مانيال يقعد على حته عاليه وبيشوف الطياره وبيكون ناوي يهرب بيها، بس مش بيكون عارف ازاي لان في زومبي كتير حواليها. وهو قاعد بيفكر تليفونه بيلقط شبكه وبتوصله فيديوهات كتير من اخته، وقاعد يتفرج عليهم وهو فرحان ان اخته بخير. بس بيسمع صوت ضرب نار وبيبص بيشوف اشاكوف ورجالته، وبيخاف لا يشوفوه او يشوف الطياره وياخدوها، فبيرجع للكل بيقول لهم احنا لازم نهرب دلوقتي، فبيتحركوا معاه. بس هما ماشيين بيهجم على سلسله زومبي وبيخلصوا عليه، بس بتكون سلسله اتعضت وبيشبهوا وبيمشوا وهم زعلانين. وبيوصلوا عند ممر بيكون لازم يعدوا منه وفي زومبي كتير، وبيقف مانيال يراقب الزومبي وبيخليهم يعدوا واحد واحد، وبيعدوا فعلا كلهم. بس بتيجي اخر بنت تعدي فبتعمل صوت والزومبي بيهجم عليهم، وبياخدها مانيال وبيدخلوا يستخبوا في فرص صغيره وبيدفعوا على نفسهم، والزومبي بيكون محاصرهم. ويوصل كام واحد من رجاله اشاكوف وبيخلصوا على الزومبي ومش واخدين بالهم من مانيال، وبياخد مانيال الطفله وبيتجمعوا كلهم تاني، وبيكون فاصل بينهم وبين الطياره باب واحد بس. فبيفكر مانيال بيجيله فكره بيخليهم يستخدموا ستانتات كدروع، وفعلا بيعرفوا يعدوا. بيوصلوا الطياره وبيحاول فيكتور يشغلها لانه طيار، بس بيتاخر والزومبي بيقرب، فبينزل مانيال وبيقتل فيهم، بس بيوصلوا رجاله اشاكوف وبيثبتوا الكل عشان ياخدوا الطياره. فبيفتح مانيال الباب وبيخلي الزومبي يخلص عليهم، ومانيال بيقعد يقتل في الزومبي وبينجح فيكتور انه يطير بالطياره. وبترمي لوسيا سلم وبيمسك فيه على اخر لحظه، وبيركب الطياره وبتجيله رساله من اخته بنيل وتعرفوا ان المنطقه اللي هي فيها هجم عليها الزومبي، ولحظاته هيهجموا على البيت اللي هي فيه، وتقول له يهرب. ويبقى مانيال هيتجنن ومش عارف يعمل ايه، ويبقى مصير اخته مجهول. وبكده خلص الفيلم. يلا سلام.